السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أتمنى إن شاء الله يتلقاكم فيديو ثم بخير وعلى خير، أموركم إن شاء الله كلها طيبة بإذن الله. فيديو اليوم غادي نشارك معكم طريقتي في التنظيف أو التلميع النحاس بالطريقة اللي جد سهلة ومبسطة وبالمكونات متوفرين في كل بيت كيرجع النحاس تيلمع بالطريقة اللي جد سهلة، ما تاخدش لك الوقت بزاف تكوني نظفتي النحاس اللي عندك كامل. فخليكم معايا حتى الاخر بالفيديو. قبل ما نبداو فيديو ديالنا نصليو على اشرف المرسلين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. هذه احسن حاجه نبدا بها الفيديو ديالي. تنتوما صليو على سيدنا محمد ناخذ الاجر جميع. كما كتلاحظوا معايا بالنسبه عندي نحاس موسخ بزاف، مده هذه ما غسلته. فبالنسبه للمكونات غادي نحتاج اول مكون هو الرماد اللي معروف بكري كانوا كينظفوا كينظفوا به الاواني تاعهم. غادي نحتاج الرماد وغادي نحتاج الحامض. هاد المكونات فقط هما اللي باش غادي ننظف او نلمع النحاس. في بلاصه الرماد ممكن ديروا الملح الخاشن او ديروا بيكربونات الا ما كانش متوفر عندكم الرماد. بالنسبه هنا خديت غير كميه قليله نتاع الرماد باش ما نفزقهاش بالعصير نتاع الحامض. كناخذ غير الكميه اللي نقدر نحتاج. كناخذ الحامض تنديرو في داك الرماد وكنبدا ندوز على النحاس كامل بهذه الطريقه. يعني ماشي شي حاجه اللي صعيبه انك تبقاي كدوزي الحامض صافي كيتحيد هذيك الكحوليه نتاع النحاس. ما كياخدش منك واحد الجهد اللي غتبقاي نهار كامل وانت كتحكي باش يلاه هكا يعني تحصل هذاك اللمعان اللي كاين في النحاس. وهكا بالنسبه حتى اللي عنده هكا لاكزيما في اليدين، حاجه يعني طبيعيه، الرماد والحامض اللي كيعاني من لاكزيما يعني من دوك برودويات نتاع النحاس صعابين بزاف وكتريح حتى على التنفس اللي عنده ضيق التنفس. فكتبقى هاد الوصفه امنه على اليدين تاعنا والجهاز التنفسي وكذلك طبيعيه وكتصفي مزيان كما لاحظتوا معايا في بدايه الفيديو. كذلك حتى في الاخر الفيديو غنخلي لكم الصور. بالنسبه لي قلت انا ما كنستعملوش قليل، الا درتهم عزيز عليا كنخدم بيدي كنحس ملي تندير لي كتيقنطوني. فهنا غادي ندوز يعني بهذه الطريقه، غادي ندوز على النحاس كامل اللي عندي. كناخذ غير شويه تاع الرماد، ما تندير لا الماء لا حتى حاجه، غير بداك العصير نتاع الحامض فقط. كناخذ شويه تاع الرماد في ديك القشره نتاع الحامض وكندوز على النحاس كامل بهذه الطريقه. كتبقى هذه احسن خلطه كتلمعي بها النحاس. الحاجه اللي زوينه فيها بزاف كيبقى النحاس لمده طويله محافظ على اللمعان تاعو، عكس ملي كنستعمل هكا البردويات تقريبا واحد سيمانه كتبداي هكا كتلاحظي الفرق، النحاس يعني بدا تيكحل. فهاد الخلطه صراحه جد رهيبه. فانا جربت قبل ديال كما قلت لكم قبل، يعني اللي بغى ما متوفرش على الرماد ممكن يدير الملح الخاشن مع الحامض او بيكربونات او حتى الخميره الفوريه، حتى هي جربتها. لكن بالنسبه للرماد كيعطي واحد النتيجه صراحه اللي زوينه بزاف. والمكون الاساسي هو الحامض. اما بالنسبه للاضافات اخرين كيبقاو اختياريين. بتجربتي انا بالنسبه للرماد هو اللي كيبقى احسن من خميره ومن الملح الخشن وكذلك حتى بيكربونات. اكثريه المدن اللي كاينين قرابين للبحر دغيا النحاس تيكحل، عكس المدن اللي تيكونوا هكا بعادين كيبقى شويه المده طويله هكا النحاس محافظ على اللمعان تاعو. فكنبقى بهذه الطريقه كما كتلاحظوا، يعني ماشي شي جهد يعني غادي نبقى نحك بواحد القوه انا باش نحصل على ديك اللمعه اللي كاينه في النحاس. غير تندوزي من الفوق بداك العصير نتاع الحامض والرماد كما كتلاحظوا، وغادي ندوز غادي نغسلهم. كاين اللي كيمسحهم فقط، انا غادي نغسلهم بالصابون وغنشللهم بالماء.
كاين اللي كيتفادى باش يقيسهم بالماء نهائيا، على حساب كيخليو دوك لي طاش نتاع الماء. انا تنحكهم مزيان بالصابون، تنشللهم وكنمسحهم. الا درتوا هذه الطريقه هذه خصكم تمسحوهم، يعني تمسحوا النحاس مزيان حتى يعني كتاكدوا ما بقات يعني ما بقاش فازق ولا بقاو شي هكا شي طاش نتاع الماء. وكنديرهم في الشمس حتى يعني كينشفوا مزيان هكا، ما تيوقع عليهم حتى حاجه. فضروري من بعد ما انني تنغسلهم غادي ندوز نمسحهم مزيان. كما كتلاحظوا معايا بالنسبه اللي عنده النحاس الاحمر، يعني بهذه الخلطه هذه كتنطفي بها النحاس الاحمر وكذلك النحاس الصفر. فبعد ما انني شللتهم كاملين غادي ندوز نشفهم مزيان مزيان، وكنحطهم في واحد الشبيكه في الشمس. قد ما خليتوهم في الشمس مزيان قد ما يعني كتحصلي على واحد اللمعه في النحاس هكا، كينشفوا مزيان وما كيبقاوش فيهم دوك لي طاش نتاع الماء اللي كيضيعوا النحاس. فالخلطه الصراحه زوينه بزاف، نتمنى ان شاء الله اللي ما عرفتهاش تستافد منها. بالنسبه للنحاس راه اي دار تلقاي عندها واحد النسبه واخا يعني لا باس بها. كما كتلاحظوا معايا حتى انا راه غير تويشيات نتاع النحاس، ماشي شي نحاس لكن كيبقى هكا كتزيين في البيت، كيعطي واحد الجماليه زوينه بزاف. كما كتلاحظوا معايا في الصوره ما قبل التنظيف وكذلك بعد التنظيف، واحد النتيجه صراحه اللي زوينه بزاف. الخلطه صراحه اللي كتنفعني في التنظيف نتاع النحاس، وطريقه مبسطه كما لاحظتوا معايا من بدايه الفيديو. فهكا كنحصل على اللمعان تاع النحاس وكيبقى واحد المده طويله. بالنسبه هذا الشلال هذا هكا كنحطو كديكور، وهذه تندير فيها هكا الثوم كنحطها حدا المعرز هكا تيكون قريب ليا وعاطي واحد الديكور هكا بسيط وفي نفس الوقت هكا زوين كتزيين في المطبخ. كنتمنى هذا الفيديو ينال اعجابكم. الا كيعجبوكم بحال هاد الفيديوهات بخلطات اللي طبيعيين بالمكونات متوفرين في كل بيت، وكذلك النتيجه كتكون مرضيه ورائعه جدا. خليو لي الاراء نتاعكم اسفل الفيديو في التعاليق. الا كنتي وصلتي حتى لهنايا تنقول لك شكرا لك على المشاهده. ما تنسينيش بالبارطاج واللايك الفيديو. بالنسبه للتعليقات نتاعكم كنقراهم كاملين وكنجاوبكم وحده وحده. تنقول لكم شكرا لكم من اعماق قلبي على الكلام تاعكم الطيب. فنخليكم على خير الى الفيديو المقبل ان شاء الله باذن الله. سلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.